شهدت أسعار الدواجن يوم الجمعة 23 يونيو 23 انخفاضا جديدا ببداية التعاملات بالبورصة والأسواق بقيمة جنيه واحد في السعر السوق للفراخ البيضاء والساسو قبل عيد الأضحى المبارك، وفقا لآخر تحديث لشعبة الدواجن الرئيسية. انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع لتسجل 67 جنيه بدلا من 68 جنيه، وتصل للمستهلك بقيمة 74 جنيه. استقرت أسعار الدواجن الأمهات اليوم لتسجل 55 جنيه، وتصل للمستهلك بقيمة 65 جنيه. انخفضت أسعار الدواجن الساسو الفراخ الحمراء اليوم لتسجل 82 جنيه بدلا من 83 جنيه، وتصل للمستهلك بقيمة 94 جنيه. استقرت أسعار الدواجن البلدي اليوم بالمزارع لتسجل الآن 99 جنيه، وتصل للمستهلك بقيمة 105 جنيه. استقرت في انخفاض البيض اليوم 58 جنيه قبل عيد الأضحى. سجل سعر البانيه اليوم 165 جنيه، ويختلف السعر حسب المنطقة السكانية. سعر الأوراق 80 و85 وحسب المنطقة السكانية. الكبد والقوانص 75 و80 وحسب المنطقة السكانية. الأجنحة 55 و60 وحسب المنطقة السكانية. هبطت أسعار الكتاكيت في المزارع ليسجل الكتكوت الأبيض 12 جنيه، كما سجل كتكوت الساسو 11 جنيه، وسجل كتكوت البلدي 7 جنيه، وانخفاض سعر الكتكوت الهجيني ليصل ل7 جنيه، وتقريبا الفيومي 8 جنيه. وسجل سعر البيض الأبيض من 111 جنيه للكرتونة، ويصل السعر للمستهلك 118 جنيه. وسعر البيض الأحمر 111 جنيه للكرتونة، ويصل إلى المستهلك ب 118 جنيه للكرتون. والبيض البلدي ب116 جنيه، ويصل للمستهلك ب130 جنيه. ما تنسانيش في لايك كومنت، ولو أول مرة تشوف القناة ما تنساش ان انت تشترك فيها وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.